الغرب مش عاجبهم مونديال قطر. بيقول لك قطر دولة مش على كفاءة ان هي تستضيف كاس العالم، واللي حصل في قطر ده احداث كارثية. تقدر تقول كده ان الصحافة البريطانية والصحافة الصهيونية بدأوا ان هم يروجوا في الصحف بتاعتهم ان قطر مش دولة على كفاءة، وان قطر مش عاطية الحريات للعيبة او للمشجعين الاجانب الموجودين فيها. لك ان تتخيل بعد الحدث الاستثنائي اللي بيحصل في قطر والاستضافة اللي اكتر من رائعة، تطلع صحيفة بريطانية او صحيفة صهيونية تبدأ ان هي تقول لك ان مونديال قطر غير مشرف ومونديال مش على اكمل وجه. يعني انت شفت الملاعب وشفت التنظيم اللي اكتر من رائع، لكن هم ما بيتكلموش لا على ملاعب ولا فنادق ولا الكلام ده كله. اللي مضايق الغرب او مضايق الناس دي ان قطر لغت التعاقد مع شركات الخمور، ان قطر نشرت في جميع الشوارع لافتات تدعو الى الاسلام. اللي مضايق الناس دي كلها وخاصة الجرايد الصهيونية ان هم ما عرفوش يعملوا لقاء مع اي حد عربي، ان كل ما يجي يصوروا مع اي حد عربي يرفض يصور معاهم او يطلع يبوظ الفيديو ويرفع علم فلسطين. اتضايقوا من حاجة زي كده وبيقولوا ازاي اشمعنى احنا كاعلام جميع الاعلام بيصور مع اي حد ومحدش بيرفض الا الاعلان الصهيوني. لجميع الجماهير رفضت ان هي تصور معاه، ويطلعوا يروجوا ان قطر مونديال فاشل برغم النجاح اللي انت شايفه، برغم ان رئيس الفيفا نفسه اعترف ان احنا كغرب لو هنعتذر نعتذر 3000 سنه زي ال 3000 سنه اللي فاتوا على الاخطاء اللي عملناها. برغم ان طلعوا يتكلموا على قطر ويقولوا ان قطر يعني لجنة حقوق الانسان، بقى بدأنا نشوف بقى حقوق الانسان، ان قطر في عمال ماتوا في انشاء الملاعب وما عوضتهمش. ازاي قطر مش هتعوضهم؟ وازاي قطر دولة اساسا معيشة شعبها في رفاهية ونعيم؟ قطر الشعب بتاعها لا بيدفع لا ميه ولا نور، والرواتب بتاعتهم فوق ما تتخيلوا. فازاي مش هيعوضوا الناس اللي حصلت معاها اي ظروف اثناء يعني بناء الملاعب؟ الكلام ده كله مضايق الغرب ومضايقهم استضافه قطر، والاستضافه اللي اكتر من رائعه، وخاصه ان دوله عربيه بحجم قطر من حيث المساحه وحيث عدد السكان ازاي تستضيف حدث عالمي زي ده. وطبعا وده بسبب ان قطر رفضت ان اعلام البسكليتات تترفع في الملاعب، ان العيال بتاع البورنو او العيال اللي هي بتاع الشذوذ والكلام ده كل ده، قطر رفضت ان يكون لهم اعلام موجوده في الملعب. فبجد تحياتي لقطر وتحياتي للشعوب العربيه، الشعوب اللي بانت ان هم مترابطين ومفيش حد بيكره حد في مونديال قطر. صل على النبي واعمل لايك وشير للفيديو ده، والسلام.